سألنا ماجدة عن سبب كل هذا العنف من شريك العمر، فكان الجواب صادما. كيقول لي ورجي جيبي لي الرجال لقلب الدار باش يكريسيو، فهمتي؟ جيت انا ما تفاهمتش معاه نجيب له الرجال، قلت له لا باغي شي وحده تجيب لك الرجال، انا ماشي داك الشيء اللي نشرب معاك ونكمي معاك ونجيب لك الرجال تكريسيو انت لقلب الدار. هي ديك ما تفاهمناش، ضربني، حشا لي كنحشا لي الموس، انا جرحني. جيت دابا في العيد الصغير للمحكمه، فاش جيت دوزت الجلسه الاولى والجلسه الثانيه، انا هابطه من عند خالتي، انا واختي عندها شي 10 سنين، انا هابطه هو كيشير عليا بالموس، شدني من راسي كيعطيني النيف ديالي وطيحني الارض، كاليت هكا بيديا كيضرب لي النص ديال اليد ديالي، ووليت انا تحت الارض كيطير لي صبعاني كاملين. بنفس المكان وبقاعة استماع مركز حقوق الناس بفاس جلست فاطمة تروي تفاصيل قصتها مع الزوج. أكيد أنها ليست أحداث عشق ورومانسية، بل أحداث عنف وشجار على أتفه الأسباب. في رصيد فاطمة ألبوم صور شوه معنى الرباط المقدس الذي كان ثمرته 8 أبناء. 25 عام هذه وانا عايشه معاه، كضربني على اي حاجه، واش بقى بحال دابا الدراري لا مشاو تعطلوا شي بلاصه كيقول لك علاش ما تصيفطيهمش، تقول لهم اجيو دغيا كاينود يضربني، نقول له علاش كتضربهم، كاينود يضربني بالعنف، كيقول لي ما تهضريش معايا على ولادي ماشي شغلك فيا. خلال 8 أشهر من السنة الجارية استقبل مركز حقوق الناس 2363 امرأة معنفة، على رأس لائحة أنواع العنف الحرمان من النفقة، يليه العنف الجسدي ثم القانوني متبوعا بالاغتصاب، وجاء في آخر اللائحة التحرش الجنسي. مهمة المركز الاستماع والإرشاد. عمرنا لهم شكاية وعمرنا لهم استمارة اللي عندنا هنايا في المركز. من بعد الإجراءات الأخرى هي أننا حاولنا نشتغلوا مع الخلية ديال العنف اللي المركز هو واحد المؤسس ديالها. الخلية ديال العنف هي في الجهة ديال فاس بولمان، هي ضد العنف ديال النساء، وهذه الخلية هذه فيها هي تحت الإشراف ديال السيد وكيل العام ديال جلالة الملك، هذه الخلية هذه كتكون من الشرطة، من الدارك، من القضاة، والحمد لله هي كتساعد معنا بزاف. جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس بالمغرب يشهد بأن مؤشر أرقام ظاهرة العنف ضد المرأة في ارتفاع ملحوظ. وهذا ما كيعنيش ان تزايد العنف، ولكن هو العنف دائما كاين والحاجز الصمت يتكسر، وكذلك بعض الحالات العنف اللي ما كانتش كنهضروا عليها ولينا كنكتشفوها، بحال زنا المحارم مثلا اللي اصبحت عندنا حالات كثيره منها. والاعلام كذلك يلعب دور، وزاره التنميه كذلك لعبت دور كبير، وبالتالي النساء ولاو كيقدوا يجيو يشكيو ويجيو يعبروا على العنف اللي كيتعرضوا له. سألنا المركز ماذا عن القانون الذي يجرم الظاهرة؟ لحد الان هذا القانون حنا مازال كنتظروه، لان ما يمكنش نشتغلوا بدون قانون اللي كيجرم العنف، واللي هو قانون خاص بالعنف ضد النساء. هذا العنف مبني على النوع الاجتماعي، ما باغينش نخدموا بالقوانين العنف بصفه عامه اللي هو العنف بين الناس، لان هذا عنف اللي هو فيه انتهاكات خطيره ضد النساء، واللي كيدخل في اطار الانتهاكات ديال مواثيق دوليه صادق عليها المغرب، وبالتالي فلا بد من اصدار قانون خاص بالعنف، وهذا القانون هو اللي يمكن يعاون باش النساء يتحروا من هذا العنف. متى يخرج قانون تجريم العنف ضد المرأة من مرحلة التمني إلى مرحلة التفعيل؟ ومتى نتخلص من عبء أرقام تشعر فعلا بالخجل؟